السلام عليكم. ازيكم؟ الاستاذ سليم محمد الخطيب بيقول لو في بليه في الشكمان واحنا سبناه هيجرى حاجه يعني؟ والاجابه مش هيجرى حاجه محترمه، الدنيا شغاله يعني. بس خد بالك من حاجتين، اول حاجه راحتك النفسيه مش حلوه. الراحه النفسيه يا محترم مهمه في الموتوسيكلات، ممكن تعمل شغل كتير وتتعب وتشقى في الموتوسيكل عشان في الاخر تبقى مرتاح نفسيا من ناحيته، ده موضوع مهم خلي بالك. طب سيبنا بقى من الراحه النفسيه، هي هتضر في حاجه؟ الاجابه لا، مش هتضر في حاجه. الحاجه الوحيده انها هتغير لك صوت الموتوسيكل شويه، خد بالك. احنا في ساعات في الموتوسيكلات القديمه بنغير الشكمان مخصوص وهو سليم ومفيش فيه بليه ولا حاجه، بنغيره ليه؟ عشان صوته بقى متغير كده والشكمان ما بقاش مطلع الصوت المظبوط يعني. ما بالك بقى ان في بليه، فالصوت كده هيبقى اوحش واوحش. فلا يا محترم، اتعب شويه وطلعها. الاستاذ حسام وليد بيقول ليه الموتوسيكل بيكن على الغيار الخامس؟ كننان الموتوسيكل على الغيار الخامس يا محترم ملوش غير سببين. اول سبب انك مش مركب الترس الاصلي، يا اما مصغر ورا قوي يا اما مكبر قدام، ده بيسبب الحكايه دي خلي بالك. طب لو انت مش مركب، لو انت مركب الترس الاصلي ومفيش اي مشكله، فهنا ورق الدبرياج، وده الاحتمال ده انا بستبعده شويه. بس ورق الدبرياج يعني بيسبب الحكايه دي، وتصغير الترس الخلفي او تكبير الامامي بيسبب الحكايه دي. فمن قبل ما اعرف، من المؤكد انك لاعب في التروس. الاستاذ عبد الرحمن زيدان، ايه افضل زيت لموتوسيكل حلاونج 2026 ودرجته؟ الموتوسيكل زيرو يا محترم تقدر تبدا ب 10 40، تقدر تبدا ب 15 40، تقدر تبدا ب 15 50، تقدر تبدا ب 10 50، تقدر تبدا ب 20 50، كل ده تقدر تبدا بيه. طيب ايه الافضل؟ قصه افضليه يا محترم، ايه الافضل؟ شوف، افضل حاجه في الكلام ده حاجه من الاتنين، يا اما تبدا ب 10 40، وطبعا انصح بعد فتره التليين كده وتمام التمام تبدا تعلي اللزوجه شويه، اللي هي تخش بقى في 15 50 بعد كده. طيب ايه الافضليه تاني؟ برضو 15 50 تقدر تبدا بها على طول وتستمر على طول يا محترم. طيب تقدر تبدا ب 10 50، تخلي 20 50 للاخر، اللي هو لو ما لقيتش درجات اللزوجه دي كلها، وانت من المؤكد ان شاء الله هتلاقي معظمها يعني. تمام. اسم الزيت بقى كله، شوف، المهم انا كلمتك دلوقتي. شوف، بالنسبه لاسم الزيت، التخليقي بالكامل يمشي، والنص تخليقي يمشي، والمعدني يمشي. تمام، ده على حسب فلوسك. طب الافضل ايه؟ الافضل التخليقي بالكامل طبعا. لو انت الفلوس مش فارقه معاك، هات تخليقي بالكامل من الدرجات اللي انا قلت لك عليها يا محترم. الاستاذ عمر السعيدي بيقول صوت المركله في شخلله موتوسيكل بوكسر. شوف يا محترم، هو ده من اكبر عيوب الموتوسيكلات الكتينه الحقيقه يا رجاله. ما الحكايه دي يا محترم سببها القرص. خد بالك، القرص يا رجاله مع الموتوسيكلات الكتينه بيعمل شخلله شويه في الصوت. طيب هي مع المشي المعتدل ان شاء الله، بس حلها يعني، ما المشي المعتدل هتظبط لوحدها خلي بالك. فانت مش ماشي معتدل كده، وما تقرص قوي على الكتينه عشان ما تظهرش عندك شخلله زي كده. طب لو الشخلله دي زادت بقى ومش عايزه تمشي بقى والمشكله بتزيد، ده معناه انك هتحتاج تشد كتينه، يعني ملهاش ازمه يعني. الراجل المحترم ده بيقول هو غير فلتر التعديل من السفنج للكرتون في الحلاوه 200، وبيقول دلوقتي هو عنده سؤال ليه بعد ما يظبط التكهات بتاعه الحلاوه فبيطلع يقرص على الموتوسيكل، فالتكهات بترجع اعلى من الاول. تمام. شوف يا محترم، انا عايز اقول لك كده تركايه بسيطه كده، هي مش في الكتالوج يعني ولا حاجه، انما هي من واقع التجربه والخبره يعني المحدوده. تمام. التكهات الرجاله بتحتاج تلين شويه بعد الضبط خلي بالك، يعني لما تبقى لسه ظابطها ابقى اهدى شويه في الموتوسيكل كده، لين عليها شويه عشان ما ترجعش زي الاول. هي مش هترجع اعلى من الاول بكل حال من الاحوال الا لو ريحت يعني. تمام. كنا جبنا سرعة 145 بالموتوسيكل، فالراجل المحترم ده بيقول هل ممكن الداي 6 توصل للسرعة دي؟ والإجابة لا يا محترم، الداي 6 موتوسيكل مش جراي بطبيعته، مش مهيأ أوي الموضوع إنه يجيب سرعة عالية زي كده. فلا، حتى فكرة برضو إنك تغير تروس وحاجة زي كده، أيوة هتظبط معاك شوية خلي بالك، إنما أنت مش هتقدر تغير في المقاسات قوي. تمام، عشان ما تبدأش بقى الأعراض تظهر زي إن الموتوسيكل يكنه وحاجات زي كده. تمام، والعزم يضعف أو حاجات زي كده، فأنت معاك مساحة صغيرة في تغيير التروس، هتظبط معاك شوية، إنما مش هتوصل لكده خالص بأي حال من الأحوال يعني. وخلي بالك بس عشان ما تفهمش من كلامي ان انا بقول لك ان الداي 6 وحش، لا دي مش معناها ان الموتوسيكل وحش. خد بالك ان الموتوسيكل بيبقى فيه برضه مميزات مش موجوده في الحلاوه اللي جابت السرعه دي. فكل موتوسيكل بيبقى متميز بشويه حاجات كده محترم. تمام. زي ايه مثلا؟ زي شكله احسن من الحلاوه خلي بالك. زي ايه تاني؟ طلعته اشد واعفى من الحلاوه خلي بالك. تمام. فكل موتوسيكل كده بيبقى متميز بحاجات بيفرق عن التاني، حاجه طالعه وحاجه نازله. اللي انا بقول لك عليه ده مش اللي عايز اقوله لك، يعني ده مش عيب في الموتوسيكل يعني.
الاستاذ محمد السيد بيقول هو جايب تورسيكل جديد واحيانا بس مش على طول يعني بيعلق في الغيار الاول، الموضوع ده عادي ولا ايه؟ شوف يا رجاله، التعليق له نوعين، يعني في نوع كده الفتيس بيعلق بين الغيارات وبعضها، تمام، وفي تعليق ان انت ده نوع، وفي تعليق تاني ان انت بتيجي تدوس مش عايز ياخد الغيار، يعني تحتاج تحرك كده التورسيكل او الموتوسيكل قدام شويه او ورا شويه، تمام. دي كلها يا رجاله مفيش منها مشكله، خد بالك، وخصوصا في الموتوسيكلات الجديده، حتى لو حصلت في القديم برضو مفيش منها مشكله خالص. تعليق الغيارات احيانا ما بين الغيارات وبعضها دي بتبقى سوء استخدام منك، وهي مفيش مشكله، ما تقلقش من الحكايه دي، ولما تقابلك عديها وكأن شيء لم يكن يعني. والاستاذ عمر بيسأل سؤال من اكتر الاسئله اللي اتكررت على القناه، الموتوسيكل عنده وهو ماشي على سرعه هاديه بيبقى في تقطيع، ماشي على سرعه 20 كده مثلا، لما السرعه بتعلى التقطيع ده بيختفي، ما بيبقاش فيه اي مشكله. دي على طول يا رجاله بتكون ضبط هواء، تمام كده، وفي مؤشرات على انها ضبط هواء. ايه هي المؤشرات عشان تتاكد انها ضبط هواء؟ بتبص تلاقي الموتوسيكل اللي بيعمل الحركه دي ممكن ما بيدورش من اول تكه، وانت سايبه بيعد كده، وخصوصا الصبح يعني، وانت سايبه بيعد بيقعد كل شويه يبطل وانت بتدوره تاني، تمام. دي كلها مؤشرات يا رجاله على ان الموتوسيكل ده محتاج ضبط هواء. ما تروحش في اي حته تانية وما تلعبش في حاجه تانية، هي بس ضبط هواء يا محترم. حتى لو كنت ظبطت الهواء وبيعمل الحركه دي مش معناها انه مش ضبط هواء، لا، معناها ان انت مش ظابط الهواء كويس، فهي ضبط هواء، ما تروحش في اي حته تانية. الاستاذ احمد عايز يعرف طريقه تركيب آلة الجر. هسيب لك فيديو يا محترم كنا بنركب فيه آلة الجر، تقدر تبص عليها كده وتركب ان شاء الله مع الفيديو واحده بواحده كده، والعمليه سهله ما تقلقش يا زوق. الاستاذ بوشوي سأل سؤال عن العداد، بيقول العداد بينور بس مفيش ارقام ظاهره، وده يتصلح ولا ايه الموضوع؟ شوف يا محترم، كان في راجل عندنا في الجروب، هسيب لك الرابط بتاع الجروب تحت، كان منزل بوست بيصلح، هو بتصلح يعني، خلي بالك ده اجابه على سؤالك يعني. ففي راجل في الجروب كان نزل بوست بيصلح العدادات دي او بيشتريها، هسيب لك رقمه تحت برضو تقدر تتواصل معاه، وخد بالك انا معرفوش يعني، هو بس نزل بوست على الجروب فانا جبت لك الرقم ده، فتحرى الامر منك ليه، لان انا معرفوش شخصيا يعني، ولا اعرف اي حاجه عنه غير البوست اللي هو نزله. الاستاذ بكره احلى بيقول هل ممكن البوجيه يكون سبب من اسباب تقطيع؟ هو كان تحت فيديو التقطيع يا رجاله كتب الكومنت ده. يا محترم، البوجيه سبب من الاسباب الرئيسيه، خلي بالك من ان هو ممكن يكون سبب في نوع من انواع التقطيع في الموتوسيكل. الاستاذ احمد خلف بيقول لو الموتوسيكل في كربون وانا جبت سرنجه 5 سم ومليتها زيت وحطيتها في غرفه الحرق، هل دي ممكن تعالج الكربون؟ لا يا محترم، الكربون ما يتعالجش بالطريقه دي، والطريقه دي مش صح خالص في معالجه الكربون. ما الكربون تعالجه ازاي؟ طيب بما ما تحطش زيت، مبدئيا ما تحطش زيت يعني في غرفه الحرق يعني مبدئيا، الا في وقت معين في انواع التخزين، لما بتيجي تخزن في فيديو تخزين عندنا هسيبه لكم تحت برضه في الكومنتات، لما تيجي تخزن الموتوسيكل في طريقه معينه بتحط زيت على السلندر عشان بس ما ياخدش ما يصديش وكده فقط، هي دي الحاله دي فقط اثناء تخزين الموتوسيكل، انما غير كده ما تحطش زيت في التانك خالص. طب الكربون بقى يتصلح ازاي؟ في فيديو برضه هسيبه لك تحت عن ازاي تشيل الكربون بطريقه فعاله جدا، خلي بالك منتج ممتاز جدا في ازاله الكربون وتنظيف بقى غرفه الحرق كامله. بص خط سير البنزين كله من اول التانك خلي بالك لحد غرفة الحرق، سيبولك تحت تقدر تشوفها محترم، منتج كويس ومضمون ومجرب. الراجل المحترم ده بيقول وهو مشبع الغيار الخامس من قارس يعني على الموتوسيكل على اخر الغيار بيحصل تقطيع كده، تقطيع مش بيبطل، هي تقطيع بتحصل كده والدنيا بتمشي يعني. دي محترم ما تروحش بعيد ابدا عن تنظيف فلترين، فلتر البنزين وفلتر الهواء، ما تروحش بعيد يعني. في احتماليه البوجيه خد بالك، بس ده احتماليه ضعيفه، لان البوجيه لما بيكون كده بيبرجل على مراحل كتيره، مش بس في الحته اللي انت بتحكي فيها دي، فلو في برجله تانية في حتت تانية فهي احتماليه بوجيه، انما اذا كان البرجله او التقطيع واقفه عند الحته دي بس فعليكوا الفلترين دول يا محترم، وطبعا الحنفيه في فلتر خلي بالك. الاستاذ محمد بيقول يعطيك الف عافيه، الله يخليك يا محترم، بيقول شو قصدك او انت قصدك ايه يعني بالشفاط؟ ايه هو الشفاط ده يعني؟ الشفاط اهو يا استاذ محمد هوريهولك. الاستاذ اسامه بيقول لو سمحت ايه رايك في الموتوسيكل الدار 26؟ انا كان ليا راي في الدار 26 في فيديو هسيبه لكم تحت يا رجاله، وبرضه في عجاله سريعه كده، الدار 26 موتوسيكل تحسه موتوسيكل رايق يعني، موتوسيكل تقفيله حلو. الموتوسيكلات الصيني يا شباب بتحس فيها مشكله كده في التقفيل يعني، الاجزاء مش راكبه على بعضها كويس، معظم الصيني بالشكل ده، لا الدار 26 متقفل كويس، تحسه موتوسيكل في نوع من الفخامه كده في التقفيل، وما تبص له كده هو موتوسيكل فخم بشكل عام في المنظر بتاعه.
تمام كده. انما يا ايبو الموتوسيكل مش اسرع حاجه في فئته، دي نمره واحد. نمره اتنين، موتوسيكل لو انت محمل تقيل وراك مش هينفع تعلي سرعه قوي لانه ممكن يبرجل منك. نمره ثلاثة هتلاقي مشكله في قطع الغيار شويه. نمره اربعة، قطع الغيار شبيهه للبوكسر شويه، يعني ايه، مش معمره قوي يعني. برضه ده 26 استهلاكه للبنزين يعتبر حلو يا رجاله، دي كده في عجاله سريعه يعني. الاستاذ محمد بيقول انتبهوا يا رجاله، الكومنت ده الله يخليكم، بيقول هو اشترى موتوسيكل هاوجي كي 150 ولين على الواقف اولا ساعتين متواصل، وبعد ده داير وهو واقف، وبعد كده راح مريح ساعة، وبعد كده راح مشغل ساعة، وبعد كده ريح، وبعد كده شغل نص ساعة، ده كله على الواقف. الكلام ده يا رجالة والطريقة دي خطأ فادح في التليين. انا مش عايز اقلقك كمحترم، لربما يكون ان شاء الله ربنا سترها معاك، انما ده مش كلام صح في التليين نهائيا. انت كنت فين يا راجل؟ احنا بنحكي من زمان في القصة دي. التليين على الواقف ما ينفعش ابدا يا عم، هو مش جرار زراعي وعامل عمرة ولا بيلين بتفضل هتعمل كده، مفيش كده يا رجاله. الموتوسيكل تبريد هوا لما بتلين على الواقف اول ما بيسخن بتبطل، وخلي بالك هو بيسخن في حدود ربع ساعه تلت ساعه وبتروح مبطل على طول. ساعتين على الواقف كانوا كتير، ما حدش يلين بالطريقه دي يا رجاله. وفي الاساس زي ما قلت اكتر من مره، التليين على الواقف هو تحبيكه زياده من عندنا، انما هي لها طريقه، والطريقه مش كده خالص. ايه هي ايه هي الطريقه؟ الطريقه ان اول ما بسخن بتبطل، وقلت لك كمان بسخن في وقت قد ايه. انما عشان ساعتين والقصه دي لا، الطريقه دي مش صح، وان شاء الله ربنا يكون سترها معاكم ما حصلش اي حاجه محترمه.